السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي حبايب قلبي، عاملين ايه؟ بتمنى لكم يا رب الخير والسعادة كده من كل قلبي، ودايما تكونوا بخير وصحة. ان شاء الله كده هنعمل مع بعض ورقة اللحمة الخطيرة دي اللي طعمها جنان يعني، وحاجة كده يعني هتحبيها، وحاجة حلوة قوي قوي وسهلة، ومكونات برضو سهلة وبطريقة سهلة. وهنعمل كمان جنبهم ايه شوية رز كده بالشعرية عشان بقى لزوم الأكلة، وحاجة مفرحة جدا. ويلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، ونخش نشوف مع بعض هنعملها ازاي وايه المكونات بتاعتها والطريقة. انا جبت بقى ايه، عرق فليتو، او ممكن تجيبي انت كمان ايه انتركوت، بس الكمية المناسبة ليكي، الكمية اللي انت ايه محتاجاها. هنقطعها بقى كده شرايح رفيعة كده، ولازم يكون فيها ايه دهون كده من بره علشان بتديها طعم حلو قوي. بس يعني ايه، يعني لا رفيعة جدا ولا تخينة برضو شوية، عشان ايه دي ما تاخدش وقت في السوي. بعد ما قطعناها بقى كده اهوت الترنشات الرفيعة دي كده، او الشرايح الرفيعة، وسيبنا برضو الدهون فيها، دي من بعد برضو ما غسلناها الاول قبل ما نقطعها. خلاص كده هنسيبها بقى كده على جنب. هنجيب بقى طاسة او الوok كبير، يعني المهم ان تجيبي ايه حاجة كبيرة عشان تكفي الخضار اللي احنا هنعمله كله مع بعض. هننزل بقى بيها او عليها قصدي، يعني بمعلقة سمنة كبيرة او قطعتين زبدة كده زي ما انتوا شايفيني، يعني معلقتين زبدة او معلقتين قصدي سمنة بلدي، او قطعتين زبدة ايه كبار كده. هحط عليهم ايه بقى، ورقة لورا، حبهان، مستكة، قرفة، قرنفل، وورقة لورا. كل الحاجات دي بتديها طعم جميل جدا جدا. بعد كده ايه بقى، هنجيب الشرايح اللحمة اللي احنا قطعناها، ننزل بيها ونحطها كده في قلب الوok، نرصها مش تبقى على بعضها. يعني لو انت الكمية بتاعتك برضو مش هتاخدها الطاسة كلها او الوك، اعمليها على مرتين. بنديها بس ايه صدمة، خلاص مش هنيجي جنبها الا لما تغير لونها تدينا اللون الذهبي الجميل. ونرش عليهم ايه شوية ملح وفلفل عشان تشرب منها كده ايه، من الفلفل والملح ده بيديها برضو ريحة جميلة قوي قوي. وهي بتتشوح برضو مع ايه، مع التوابل اللي احنا حطيناها دي. خلاص بصوا بعد ما غيرت لونها قلبناها، قلبنا الكميه. انا ما حطيتش الكميه زي ما انا قلت لكم كده، ما تحطوش الكميه كلها علشان تاخد ايه راحتها كده في الصدمه، وتبقى ايه شويه شويه ما تنزلش الميه بتاعتها. بعد ما قلبناها برضو كده هنرش برضو سنه ملح تاني صغيره كده عليها، وسنه فلفل اسمر برضو عليها على الوش التاني ده. بعد بقى خلاص كده برضو يعني مش هتاخد منك دقيقتين ثلاثه على بعضهم كلها. بعد خلاص بصوا اهي مدتنا بقى اللون الجميل الذهبي ده، بنشيلهم ونحط برضو ايه الكميه التاني في نفس السمنه او الزبده اللي انت حطيتيها دي. وهي بتبقى جميله برضو بالسمنه البلدي او الزبده، في كلا الحالتين هتطلع حلوه من ايدك الجميله دي. خلاص كده اهو جبنا بقى ايه الحبه الباقيين التانيين. انا بصراحه لما جبت العرق الفريتو ده يعني ايه ما وزنتوش، جبته وقطعته كده على كم قطعه، وشلت منه ايه في الفريزر ويتعاز بعد كده. خلاص على كده سيبناها برضو هيك تديها الصدمه بتاعتها، ونرش عليها ملح وفلفل برضو صغيرين، ما تكتريش عشان ما تحدقش منك. قلبناها برضو على الناحيه التانية، والناحيه التانية برضو حطينا عليها الملح والفلفل برضو حبه بسيطه جدا. بعد خلاص بقى مدتنا برضو اللون الذهبي الجميل ده قدامكم. هنشيلهم برضو تاني مع الاولانيين اللي احنا شلناهم، وهنسيبهم برضو ايه على جنب. زي ما انتوا شايفينهم كده برضو اهي اللون الذهبي الجميل من فوق ومن تحت. خلاص كده خلصنا بقى الكمية بتاعتنا كلها. وبعد بقى ما خلصنا الكمية كده وهي في الطبق كده وانت بتحطيها على جنب، غطيها عشان ما تنشفش منك. يعني بصوا بقى اللون بتاعها خطير ازاي، عشان ما تنشفش منك غطيها بمصفى سلك، غطيها بطبق، غطيها بأي حاجة عشان ما تنشفش. خلاص كده حبايبي هنروح بقى ايه للحاجة التانية. انا بقى جبت ايه بطاطس وجزر بس وفلفل الوان، يعني ما كترتش في الخضار. انت بقى عايزه تحطي خضار اكتر من كده براحتك برضه، هتبقى جميله معاكي والكميه برضه اللي انت عايزاها. بس اهم شيء بقى ان انت ما تقطعيش الحاجات ديت صغيره ولا كبيره قوي، تبقى ايه يعني وسط كده في المعقول عشان ما تتهريش منك الحاجه. يعني لا كبيره قوي عشان ما تاخدش تشرب من الحاجات دي، ولا صغيره قوي. زي ما انتوا شايفينها كده المكعبات الحلوه كده المعقوله الجميله، عشان الخضار ما يتهريش. جميع الالوان بتاع الفلفل احمر واخضر واصفر. وكمان قطعنا طماطمتين كبار كده طرنش يعني مكعبات،
و3 حبوب او 3 فصوص توم سليم، وقرن فلفل حامي، يا مثلا تجيبيه اخضر او احمر براحتك. وجبت بقى ايه حوالي لا يقل عن نص كيلو بصل او اكتر كمان، يعني 3 كبار كده، يعني يخشوا في اكتر من نص كيلو. بقى ايه تبليه برضو بشويه ملح وفلفل ودعكيه عشان ينزل بقى ايه الطعم الجميل بتاع البصل ده كده، والصوص بتاعه الحلو قوي اللي هيخش مع بقيه الخضار دوت يديله طعم خطير خطير خطير. خلاص كده دبلناهم كده مع بعض. يعني بصي مش ايه تدعكيهم قوي ما تهروش، لا يعني خليه بس ايه ينزل شويه ميه في ايديك كده بقى حلو قوي قوي، يشرب من الملح والفلفل. نزلنا بقى بيهم على ايه، على نفس الصوص والسمنه اللي احنا عملناها بتاعت ايه، بتاعت اللحمه دي بقى. بصي على الجمال، عايزه اقول لك والريحه خطيره. ونحط بقى عليهم ال3 فصوص ايه الثوم دول مع البصل. ما تحطيش الثوم لوحده اول كده مع السمنه والزيت مع اللحمه، علشان هتلاقيه نشف منك ودبل كده، لا خليه بقى مع البصلايه دي كده الحلوه الجميله اللي انت قطعتيها كده شرايح جوليان. قلبيهم بقى تقلبتين كده ياخدوا من طعم الزبده كده ومن طعم السمنه كده البتاع دي اللحمه اللي نزلت دي. يعني عايزه اقول لك ريحه خطيره خطيره. خلاص تقلبتين 3. بعد كده هنعمل ايه بقى، هنجيب بقى ايه الخضار كله اللي احنا قطعناه. ما انا قلت لك ايه براحتك، بس ما تحطيش في الخضار دوت الحاجات الناشفه اللي هي عامله زي البسله، لان دي ممكن تاخد معاكي وقت كتير قوي. لكن كوسه عايزه تحطي بتاع كرفس، كرات، ابو شوشه، ده بصي اللي انت عايزاه، الخضار اللي انت عايزاه. بس اهم شيء اللي هو البسله دي عشان بتبقى ناشفه شويه. خلاص كل الخضار اهو هنحطه كده كله على بعضه. وهنعمل ايه، او انت برضو لو انت عايزه تحطي البسله اديها بس سلقه صغيره كده بره. شوحي بقى الخضار ده كله بقى مع البصل اللي اتحط دوت والثوم. قلبي بقى ايه زي ما انت عايزه كده، يعني بصي الجزر والبطاطس دي والخضار اللي احنا حطيناه ده اللي هو الفلفل بالوانه كل دوت، قلبيه كده تقليبه حلوه. ونحط برضو عليه شويه ملح وشويه فلفل اسمر ونص معلقه قرفه ومعلقتين صغيرين او معلقه كبيره بهارات لحمه، زي ما انتوا كده اهو شايفيني معايا كده واحده واحده. دي معلقتين صغيرين كده بهارات لحمه، عشان بهارات اللحمه دي بقى فيها كل حاجه. خلاص وفي الاخر بقى هنعمل ايه، نبشر عليها جوز الطيب، وحطي بقى معلقه سكر صغيره. بشرنا بقى عليها برضو جوز الطيب كده بالمبشره كده الفريش زي ما احنا اتعودنا، بتدي ريحه خطيره 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 كده في المشويات والمحمرات وفي يعني وفي الحاجات اللي انت ايه بتحبيها تحمريها كده وتشوحيها كده بنفس كده. خلاص يا حبايبي كده كل الحاجات دي قلبيها بقى بمعلقتين قصاد بعض كده عشان تعرفي تجيبي اللي تحت فوق يتشربوا بقى كلهم من بعض. خلاص يا حبايبي كنا بقى ايه جايبين صينيه او البايركس اللي انت عايزه تعملي بيه، والصينيه بتبقى جميله قوي قوي قوي. حطي بقى فيها ورقه فويل بالعرض وورقه فويل بالطول، يعني من الناحيتين، عشان لما تيجي بقى تقفلي على الخضار دوت ما يطلعش بره ايه الصوص بتاعته. ولو انت عايزه تحطي معلقتين صلصه مسبكه او معلقتين عصير طماطم في قلب الخضار دوت عشان يديكي لون احمر اكتر من كده، جميل برضو وبراحتك. بس انا ما حطيتش اللي هي طماطم بس المكعبات ديت، يعني طماطمتين كبار كده ادوني اللون الجميل ده والحلو. بعد كده جبنا بقى ورق زبده، عشان ايه، عشان الفويل ده لوحده ما نحطش فيه الخضار. جبنا بقى ورق الزبده برضو، حطي بالطول وبالعرض، وحطي بقى الخضار بتاعك ده كله بقى نزليه فين، في قلب بقى ايه الصينيه اللي فيها ورق الفويل وورق الزبده. سويه بقى كده كله. وتجيبي بقى اللحمه اللي احنا شوحناها دي وحطيها على الوش كده، رصيها. طبعا هي بقى خلاص اتشبعت بالملح والفلفل والزبده، بقت يعني طعمها كده خطير خطير خطير. رصيها بقى كلها كده على الخضار بكل اللي احنا عملناه في الطاسه، يعني كل اللي عملناه في الطاسه كله، والصوص بتاعها هي كمان بتاع اللحمه اللي نزل منها رشيه على الوش كده. يا جماله يا جمال الريحه والطعم. يعني بصي هي لسه ما دخلتش الفرن، بس انا دقتها طبعا قبل ما تخش الفرن، حاجه كده خطيره. وقرن الفلفل بقى الحامي دوت، عايزه برضو تقطعيه تحطيه في قلب الخضار براحتك، عايزه تسيبيه كده سليم براحتك. واللي ما بيحبش الحامي برضو يستبعده خالص. لمي بقى ورقه الزبده كده عليه اهو من الاربع جوانب، وخلي بقى ايوه الناحيه الكبيره دي اللي بالطول لفوق عشان تعرفي تلميه. وكمان ورقه الفويل برضو لمي كده من الجنبين اللي هي بالطول.
قصدي الجنبين اللي بالعرض، وبعد كده احط عليهم ايه اللي بالطول، عشان يعني يحبسهم كويس قوي 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 الصوص جوه، يبقى كله ايه ما يطلعش بره ساعه ما ندخلها الفرن. كنا احنا بقى عاملين ايه، مولعين الفرن قبلها كده بربع ساعه، ودخلناها بقى في الشبكه اللي في النص. ما تحطيش تحتيها صاج خالص. ليه بقى؟ علشان النار من تحت ومن فوق تبقى طايلها، وهتاخد منك ساعه بالظبط. يعني اكتر من كده مش هتاخد منك. ليه بقى؟ لان اللحمه شوحناها، وهي طبيعي طبعا العرق الفيليتو او الانتركوت دوت بتبقى لحمه طريه وناعمه، وايه وبتبقى خطيره خطيره خطيره، يعني ما بتاخدش وقت معاكي في السوا. خلاص بصي بقى، طلعتها لكم اهي بعد الساعه اللي قعدتها في الفرن. يعني لا حطيت شبكه بتاع صاجه، ولا عملت الشوايه ولا حاجه خالص. بصوا بقى يا سلام، بتفتح بس الورقه كده، خراش على الجمال وعلى الريحه وعلى الطعامه. بصوا اللحمه مستويه ازاي خالص، دايبه اللحمه كده خالص، والخضار استوى اخر جمال، وشرب بقى من الصوص ده اللي محطوط عليه، ومن صوص اللحمه، ومن التوابل والحاجات دي كلها اللي اتحطت عليه. وزي ما قلت لك، لو انت عايزه تحطيها يعني تحمريها شويه، حطي عليها معلقتين صلصه او معلقتين عصير طماطم. جميله جدا جدا جدا، والريحه حكايه. وعملنا بقى جنبها شويه الرز اللي بالشعريه، الرز الابيض، برضو بتعمليه بالسمنه والزيت بقى الرز عشان ما يبقاش ماسك في بعضه، خطير جدا جدا بقى. وحطي بقى شويه الخضار بقى طلعوا دول من من الصينيه بقى بتاعت ورقه اللحمه. يعني عايزه اقول لك انت بقى هتدوقيها بنفسك، وهتشوفي الطعامه بتاعتها قد ايه. وحاجه حلوه كده ايه، وما خدتش معانا وقت، وطريقه سهله، وكله كده الحاجه اتحطت مع بعضها وخلصت. اخر جمال اخر جمال وحكايه. وعايزاكم بقى تجربوها، واللي اول مره يشوف القناه يدخل يشترك ويفعل الجرس، وما تنسوش اللايكات يا حبايب قلبي، وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.